في الفيديو ده هنعمل شيش طاووق، بس مش اي شيش طاووق. انت متخيله انك ممكن تعملي شيش طاووق في الفرن ويطلع بطعم المندي اليمني، ريحه وطعم تحفه وتتبيله احلى واجمل من اكبر المطاعم، بيطلع طري ومشوي من بره ومن جوه. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل الشيش التحفه ده ازاي. اول حاجه هنعملها التتبيله المميزه اللي هننقع فيها الشيش طاووق. في بوله احط فيها نص كوبايه ميه بصل، وتلت كوبايه زيت، ومعلقتين كبار زبادي، ومعلقه كبيره من هريسه الشطه. هحط لكم لينك هريسه الشطه في صندوق الوصف. وهحط عليهم معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره وحوالي معلقتين كبار باربيكيو صوص. والتوابل اللي هستخدمها رشة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من بشر جوز الطيب، ونص معلقة جنزبيل، ومعلقة صغيرة حبهان بودر، ونص معلقة صغيرة ورق لوري مطحون، ومعلقة كبيرة توابل فراخ، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة بابريكا، وبالمضرب السلك وهقلب كل مكونات التتبيلة مع بعض. عندي بقى كمية من وراك الدجاج مخلية ومتقطعة قطع صغيرة، غسلتها كويس جدا بملح ودقيق وليمون، وحطيتها في مصفى عشان تتصفى كويس جدا من المية اللي فيها وتبقى ناشفة كويس جدا بالشكل ده. وهحط قطع الفراخ في التتبيله وهقلبها كويس جدا علشان الفراخ تبقى متغلفه بكل التتبيله من كل حته. وهغطيها بستريتش وادخلها التلاجة لمده 12 ساعه، والافضل ان هي تبات ليله كامله. كل ما الفراخ فضلت في التتبيله هتديكي نتيجه احلى واجمل، لان الفراخ هتتشرب كويس من التتبيله وهيبقى طعمها روعه. بعد 12 ساعه والفراخ اتشربت كويس جدا من التتبيله، هبتدي احطها في الاسياخ المعدن دي، ولو ما عندكيش حطيها في اسياخ خشب اللي هي بتبقى موجوده في الاسواق. بس الاول انقعيها في ميه لمده ساعه علشان ما تتحرقش في الفرن. وهحط قطع الفراخ بالشكل ده، والخضار اللي هستخدمه بصل وفلفل. حطي انتي الخضار اللي تحبيه، ممكن تستخدمي قطع قوطه او مشروم. وهعمل كل قطع الشيش طاووق بنفس الطريقه، وبعدين هركنه على جنب لحد ما اجهز الرز. لو لسه بقى مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعميني بلايك عشان تشجعوني ان انا استمر. عندي كمية من الرز البسمتي غسلتها كويس جدا ومصفياها، هحط عليها تلت كوباية زيت نباتي، وهقلبه كويس علشان اغلف كل حبات الرز بالزيت. وبعدين احط عليه معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة من توابل الرز البسمتي بنجيبها من عند العطار، ونص معلقة صغيرة كركم، ونص معلقة صغيرة بودرة زعفران، وتلات او 4 فصوص حبهان، وواحدة قرفة عيدان، وكم حبة من القرنفل، واتنين من الليمون المجفف، وورقتين من ورق اللوري. التوابل والاعشاب العطريه هتخلي الرز طعمه في منتهى الجمال. هقلبه كويس وبعدين ازود عليه الميه المغليه. كل كوبايه رز بسمتي هتاخد كوبايه ونص ميه مغليه. ودي الشبكه اللي هسوي عليها الفراخ، غلفتها بالفويل وهحطها فوق الصينيه، وهبتدي اعمل فيها ثقوب بالشكل ده علشان الشيش طاووق يستوي على البخار بتاع الرز. وهرص الشيش طاووق على الشبكه، وهغطيه بورق زبده مدهون بالزيت، وبعدين اغلف الصينيه كلها بالفويل طبقتين علشان تكتم الحراره كويس جدا. وهدخلها الفرن على الرف اللي في النص، واشغل من تحت بس على درجه حراره 200 لمده ساعه الا ربع. ده كده شكله بعد ما خرج من الفرن. هشيل الشبكه واحطه على صينيه تانية، وهدخلها الفرن تحت الشوايه عشان ياخد لون التحمير. وده الرز ما شاء الله استوى ومفلفل وريحته تحفه. هشيل الاعشاب العطريه اللي انا كنت حاطاها وهفضيه في طبق التقديم. ودي كده كانت وصفتنا النهارده. عملنا الشيش طاووق بتتبيله مميزه جدا، وسويناه بطريقه المندي اليمني، ريحته وطعمه تحفه. لو جربتوا الشيش طاووق بالطريقه دي قولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، مستنيه اعرف عجبكم ولا ايه. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهارده تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. واستنوني في وصفات تاني احلى واحلى. دمتم في امان الله، سلام عليكم.